بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم محمود فاروق، ودي قناة محمود فاروق ار 07. مش طالع عليكم النهارده. هنتكلم عن ماتش الاهلي والزمالك، بس برضه انا مش هتكلم عن الماتش كماتش. كده كده الناس اتفرجت على الماتش، وكده كده اللي من الناحيه دي شاف الحاجه اللي هو شايفها، ومن الناحيه دي شاف الحاجه اللي هو شايفها. تمام؟ الحاجه بقى اللي انا حابب اتكلم فيها النهارده، اتكلم على الراي العام بتاع الناس اللي بتشجع الاهلي. بمعنى انا دلوقتي قبل الماتش ده مرقوع 3 من بيراميدز. المفروض ان انت داخل الماتش ده وهو ده املك الوحيد. انت كده كده ولا هتاخد دوري ولا خلاص، كده كده السيزون ده راح واللي بعده كمان راح. تعالوا نمسك الموضوع واحده واحده. لو جينا اسلام مهدي ومحمد حسين راشد وكل الناس اللي بتتكلم بلسان النادي الاهلي او الاهلاويه، كده كده الزمالك سيء وكلنا معترفين ان هو سيء. تمام؟ الاهلي سيء، الاهلي سيء جدا. اللي بانا بقى اللي احنا عمالين نقولها اليومين دول، او من بعد الماتش يعني اللي خلص 3-0 للنادي الاهلي، ان الاهلي في اسوأ ظروفه وكسب الزمالك 3-0 مع الرأفة. كل الناس طلعت تقول نفس الكلام. طب منين ان الاهلي وحش وكسب الزمالك 3-0؟ طب ما انت اصلا بلسانك انت يا معلم اللي عمال تحور على نفسك وبتحور على الناس اللي بتتفرج عليك. الزمالك انت اصلا بلسانك معترف انه عنده مشاكل ووحش وسيء وما فيهوش لعيبه وي وي وي، وانت فضيته اصلا من اللعيبه. ما بقاش في حاجه تنافسوا بيها اصلا كمنافسه. ما بقاش في اصلا ما بين الاهلي والزمالك في منافسه. يعني انت بص للاسامي هنا وبص للاسامي هنا، ما فيش منافسه. ده غير مشاكل الزمالك وي 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 والكلام ده. فاطلع اقول لك بعد كل ده لا والله انا سيء بس كسبتك. يا ابني هو انت بتستغفلني؟ يعني انت مفكرني ان انا مثلا بتفرج عليك انا ما بفهمش حاجه؟ ما انت اصلا اللي قلت الزمالك سيء. طب لو انت جامد وان انت مش عارف ايه ما كسبتش بيراميدز ليه يا معلم؟ ما هو اللي انت لسه مرقوع منهم 3-0 وكان شكلك زي الزفت وزي الخرا. سؤال يا جماعه، هل انا بلعب في مسابقه الدوري عشان اكسب الزمالك مثلا؟ يا جماعه مش منطقي. انا بلعب في الدوري عشان اخد الدوري، عشان انافس مثلا على مركز تاني، اخش بطوله تانية العب فيها بتاع الكلام ده. انما فكره ان انا داخل بلعب مسابقه الدوري عشان اكسب الزمالك، يا عم روح اتنيل على خيبتك. والله العظيم روح اتنيل على خيبتك بجد. ده كلام مين هيصدقه؟ يعني كل الفلوس اللي اتدفعت في اللعيبه اللي موجوده في الاهلي دلوقتي عشان تكسب الزمالك؟ يعني احنا فضينا الزمالك عشان نكسب الزمالك؟ يا جماعه في مشاكل الاهلي. انتوا يا جماعه خلاص انتوا محسسين ان الاهلي خد الدوري. انتوا مجانين. الموضوع باختصار يا جماعه، باختصار، انا امبارح اتفرجت على الماتش، كان في لعيبه زي مثلا امام عاشور، مثلا زي بن شرقي. اللعيبه دي كانت بتلعب امبارح. طب وانت ليه ما كنتش بتلعب قبل كده؟ ليه؟ انت بتلعب بالمزاج. يعني انت لما يجيلك مزاجك هتلعب، ما يجيلكش مزاجك مش هتلعب. تلعب مطوشه معينه مثلا. بتحاول تثبت للزمالك ان هو ايه، انا اللعيب اللي كنت عندك، بص انا عامل ازاي، وبص انا هحط عليك، وبص انا هعمل ايه. حسين الشحات امبارح انت بترفع التيشيرت وبتاع، انت مالك؟ يعني انت بتلعب دوري ابطال. انا عارف ان كده كده ده ديربي، والكلام الحلو دوت ما بين الاهلي والزمالك وكل الحاجات الحلوه اللي موجوده في مصر دي احنا عارفينها وكل حاجه. بس هل انا بلعب مسابقه الدوري المصري عشان اكسب الزمالك بس؟ هل انا اللعيبه اللي انا جبتها دي عشان اخش بيها كاس عالم انديه، هل المفروض ان انا ما كنتش اكسب بيها اي حاجه واخرج الحصاله بتاعت المجموعه؟ يا جماعه الاهلي ده مش اهلي. الاهلي ده مش هو الاهلي اللي الناس كانت بتشجعه. لو انتوا يا جماعه بتنساقوا حوالين الناس اللي عماله تقول او بتغير الراي العام، مثلا بتوع السوشيال ميديا والكلام ده، والله العظيم فوق. انت كسبت الزمالك، بس انت السنه الجايه مش هتلعب في حته، مش هتلعب في بطوله، انت مش هتاخد الدوري. يعني هو احنا مش هنيجي مثلا التاريخ عمره ما هيذكر مثلا ان الاهلي كسب الزمالك. ايوه ما هنذكر ده. الكلام ده هيحصل ما بيننا يعني كمصريين، ونقعد نعاير بعض زي ما بنشوف على السوشيال ميديا. بس التاريخ عامة هو مش هيتذكر فيه غير السيزون كذا، مين اللي فاز ببطولة الدوري، مين اللي كان وصيف، بس مين اللي لعب في بطولة كذا، مين اللي خرج من بطولة كذا. بس يا جماعة انا في العموم مش حابب انا اتكلم على الماتش. كل الناس اتفرجت على الماتش. لو انت اتفرجت على الاهلي امبارح، الاهلي امبارح فريق عادي، فريق عادي يعني، عادي خالص بصراحه. اتفرج على الجون الاولاني مثلا، الكوره خارجه من الدفاع، هوب طاهر رفعها، هوب بن شرقي مفيش متابعه معاه، محدش اصلا حاول ان هو يحتك معاه يعني، فطلع لوحده حطها، فطبيعي ان هي تخش جون. الجون التاني برضه احنا شفناه، لو انت ما شفتوش برضه ارجع اتفرج عليه. الجون التاني الدفاع بيباصي واحد بيباصي لواحد، التاني ما عرفش يمسكها، فهوب ده خدها حطها للشحات. الشحات راح عامل رافعها تشبايه كده من فوق الحارس. كمان انتوا ما لعبتوش، والله العظيم ما لعبته. الكوره بتاعت ضربه الجزاء ضاعت. الجون التالت بن شرقي بيتحرك ورا 3 مدافعين. ارجعوا بصوا على الاجوان يا جماعه، بيتحرك ورا 3 مدافعين ماشي، بعد كده امام عاشور حطها من وسطيهم، فهوب راح حاططها. بس يعني انت لو بتلعب فرقه، يا جماعه يا جماعه يا جماعه خلينا متفقين. هرجع اقول الزمالك اسوأ سيزون ليه هو السيزون ده. ما تجيش تقول لي ان الاهلي عشان تضحك عليا تقول لي الاهلي اسوأ منه ومع ذلك احنا كسبناها. مستحيل. مستحيل انا اصدق ولا هشتري الكلام ده منه. مستحيل.
اقعد اتفرج عليك وانت بتصيح كده، ايا يكن محمد حسين راشد، ايا يكن اسلام مهدي، ايا يكن مين اسم مين تاني يعني. دي نفس اللعيبه اللي انت الماتش اللي فات كنت عمال تقول عليها فيها وفيها وفيها وعندنا مشاكل في الاهلي 1 2 3. ان انت تيجي دلوقتي طالع السما وعمال تقول شعر، بتقول شعر في النادي الاهلي. يا جماعه هو ده اللي بيخليهم، هو ده اللي بيخليهم يعملوا اكتر من كده كلعيبه وكل الناس القائمه على الموضوع. اهلي سيء جدا يا جماعه، ودي الحاجه اللي انت كمتفرج يعني، سيبك حتى مني وسيبك من اي حد، انا عايزك انت تقعد تشوف الموضوع من وجهة نظرك، تبتدي تحلل الموضوع، تبتدي تشوف اللعيبه، تشوف انت كسبت مين، فلان اللي انت كسبته دوت هل هو كان كويس ولا لا، هل هو اصلا بيقدم كوره ولا لا، هل مش عارف ايه ولا لا. انما غير كده عليه العوض، عليه العوض في الكوره، وعليه العوض في الاهلي، وعليه العوض في الزمالك. اتمنى تسيب لي كومنت يعني تقول لي رايك في الموضوع، هل انت شايف اللي انا شايفه ولا انت شايف حاجه تانية. اولا واخيرا برضو مش هنضيع مثلا الفرحه بتاعت الاهلي، طبعا مبروك للنادي الاهلي، هارد لك للنادي الزمالك، بس البوينت دي كان الواحد لازم يتكلم فيها بصراحه عشان ما حدش يتكلم فيها خالص. احنا خلاص هم كسبوا ماتش، فاحنا خلاص قاعدين بقى طالعين اللي هو اقيموا الافراح والليالي الملاح، خلاص احنا قمنا من غفوتنا وبتاع. لا يا جماعه انتوا والله العظيم زي ما انتوا، الكره المصريه في تدهور، هو ده اللي بيوصلنا لكده والله العظيم. هو ده فلان حط كوره مش عارف ايه، خلاص احنا هنطلع بيه السما مثلا شهرين ثلاثه، خلاص هو سيء، هو وحش، هو ما عملش حاجه تاني. هو انت اصلا مقابل منافس، هو مش منافس. انا مش قصدي ان انا اغلط في حد والله، بس هو ده يعني الفرق ضعيفه، فرق ضعيفه، مستويات بقت ضعيفه. سيب لي رايك في الكومنت لو انت معايا او مش معايا او ليك راي تاني، يعني كل الناس ارائها تحترم يعني، ده رايي برضو في الاول وفي الاخر. كان معاكم محمود فاروق، لو عجبك الفيديو اتمنى تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.